سيناريوهات مجموعة الأهلي. طبعا دخلوا في حسبة بيرما ولوغاريتمات، فهنسهلها لكم وهنشرحها لكم واحدة واحدة. هما 3 سيناريوهات. السيناريو الأول بالميراس هيقابل انتر ميامي، تمام، وعندك الأهلي هيقابل بورتو. أي نتيجة تعادل لبالميراس مع انتر ميامي بأي أهداف هتتحول مباراة الأهلي لمباراة ودية ملهاش أي 30 لازمة. حتى لو الأهلي فاز 30-0 مش هيصعد. يبقى ده السيناريو الأول. لو بالميراس وانتر ميامي انتهت المباراة تعادل، هنقول على الأهلي مع السلامة، هو وبورتو هيروحوا، والمباراة بتاعتهم هتبقى كأنها مباراة ودية ملهاش أي 30 لازمة. اللي يكسب أو اللي يخسر حصلتين هما الاتنين بيروحوا. ده السيناريو الأول. نخش على السيناريو التاني. بالميراس مثلا فاز على انتر بأي نتيجة، يعني في حالة لو بالميراس فاز على انتر ميلان بأي نتيجة، المفروض الأهلي يعمل إيه علشان يفوز، عشان قصدي يصعد؟ هيدي كده الأملين اللي هما الأهلي. الأمل الأولاني مثلا لو بالميراس فاز على انتر بأي أهداف، ففي هنا أمل للأهلي إنه لازم يفوز بفارق هدفين على بورتو، يعني 2-0 3-1 4-2، أي نتيجة. المهم يبقى فايز بأكتر من هدفين، يعني بهدفين أو أكتر، هدفين أو أكتر في حالة لو فاز بالميراس على انتر. ده السيناريو التاني. السيناريو التالت والأخير، في حالة لو فاز انتر على بالميراس، هنا هيبقى ده السيناريو شوية يعني صعب عن اللي قبله. اللي هو في حالة لو فاز انتر على بالميراس، قصدي في حالة لو فاز بالميراس على انتر هيبقى الأهلي لازم يجيب هدفين أو أكتر. في حالة بقى لو فاز انتر على بالميراس، الأهلي هيحتاج يجيب 3 أهداف أو أكتر، يعني يكون فارق 3 أهداف أو أكتر. فدي 3 سيناريوهات بتاعت المجموعة دي. هقولهم لكم تاني علشان اللخبطة اللي فيهم. أي تعادل لبالميراس وانتر هيخرج الاتنين التانيين بغض النظر عن أي نتيجة بينهم تماما. يبقى التعادل انسى ان واحد منكم يصعد، خلاص. اهلي يفوز بورتو يفوز، مش هتفرق مين يفوز، هما الاتنين هيروحوا حصالة. في حالة لو انتر وبالميراس تعادلوا بأي نتيجة. السيناريو التاني يعني ده أصعب سيناريو على الأهلي، اللي هو 100% مش هيصعد لو حصل تعادل. طب لو حصل إن انتر فاز على بالميراس، هيبقى ده تاني سيناريو صعب على الأهلي. محتاج الأهلي يجيب 3 أهداف، تمام، 3 أهداف، فارق 3 أهداف على بورتو أو أكتر علشان يصعد. السيناريو الثالث هو أخف سيناريو أو أقل سيناريو أو أكتر أمل للأهلي، إن بالميراس هو اللي يفوز على انتر، تمام. في الحالة دي الأهلي محتاج يجيب هدفين، فارق هدفين، تمام، أو أكتر علشان يفوز على، عشان قصدي يصعد، يعني يفوز على بورتو بفارق هدفين، يعني 2-0 3-1 أيا كان، بس بفارق هدفين علشان يصعد. ده في حالة لو بالميراس فاز على انتر. أما لو انتر فاز على بالميراس لازم 3 أهداف. في حالة تعادل بالميراس وانتر، الأهلي وبورتو الاتنين أوت مهما كانت النتيجة بينهم. حتى لو الأهلي فاز 50-0 بس بالميراس وانتر تعادلوا، هيطلع الاتنين حصالة ويروحوا. ده السيناريو بتاع مجموعة الأهلي للأهلاوية اللي هم عايزين يفهموا الحسبة. سلام.